السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هنتكلم عن المرحلة الأولى في حياة الطفل وهي الحضانة. هنبدأ نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق. واسترنا فوق الأرض يوم العرض عليك يا عزيز يا خلاق. السؤال اللي بتسأله الأمهات كتير أوي: إزاي أعرف إن ابني مؤهل لدخول الحضانة؟ طب وإيه السن المناسب ليه؟ وهل الحضانة دي ضرورية؟ طب لو أنا ما وديتهوش الحضانة ده هيأثر عليه؟ طبعا هنجاوب على كل التساؤلات دي. أول حاجة، إزاي أعرف إن ابني مؤهل لدخول الحضانة؟ لازم يكون بيعرف يتكلم كويس، وبيعمل جمل مع اللي حواليه في البيت، ومخارج الحروف عنده صحيحة. وتيجي الأم هنا بقى تسأل وتقول: طب ما الميس الموجودة في الحضانة هي اللي تصحح له مخارج الحروف؟ لا طبعا، مش هي لوحدها. لازم نعود طفلنا على انه لو نطق حرف خطأ لازم نصححه على طول. زي مثلا لما يقول يا ماما انا عاوز يز، لازم الام تصحح له الحرف الراء ده دلوقتي وتقول له رز، وتبدأ تركز على كلمات بنفس الحرف علشان يعرف ينطقه بشكل صحيح. تاني حاجة، لما ندي ابننا كراسة وقلم نبدأ نشوفه هيمسك القلم لوحده ازاي. لو هو مسك القلم كده او كده او كده دي كده خطأ، لكن لو مسك القلم بالطريقة دي كده وبدأ يشخبط او يلون يبقى كده ابننا بيعرف يمسك القلم لوحده. طب في اطفال سبحان الله بتبقى خلاص اول ما تديلها القلم بتروح تمسك لك القلم صح. طب ايه السبب؟ بتبقى ليها عوامل كتير. اولا، بيكون عنده اخوات اكبر منه في الدراسة، فهو بيشوفهم دايما وهم بيذاكروا ازاي بيمسكوا القلم وازاي بيلونوا او بيكتبوا الكراسات بتاعتهم، فبيمسك القلم زيهم بالظبط. طب في اطفال بقى مش عندها اخوات، طب دي هنسيبها؟ لا، نبدأ نعلمها في البيت ازاي تمسك القلم. ان احنا نجيب له كراسات زي كده، زي دي، ونبدأ نديها له ونقول له ابدأ لون بيها. يبدأ يمسك الألوان ويبدأ بقى يشخبط كده ويلون الكراسة دي. طبعا دي موجودة في كل المكتبات، نديها لأطفالنا ونقول لهم يلا ابدأوا لونوها. طب ازاي بقى الطفل اللي مش عارف يمسك القلم نعلمه ازاي؟ أول حاجة نديله القلم وندخله ما بين الصباعين دول كده، تمام. وبعد كده هنحط القلم فوق الصبع الكبير وتدخل الصباعين التانيين دول تحت ويخليه تحت على الأرض كده، تمام. وبعدين هنضم الثلاث صوابع دولت على القلم، الثلاث صوابع دولت على القلم كده، ويبدأ بقى يلون. طب هو لو مش عارف يمسك، تبدأي انت تمسكي ايديه بس بالراحة، يعني تمسكي ايديه بالراحة مش جامد، ما تضغطيش عليها جامد لان دوت هيأثر عليه بعد كده. لا، خليه براحته. احنا بنعلموه ازاي يرجع الصبع دوت لورا والصبع ده لقدام والصبع دوت جنب الصبع ده، فواحدة واحدة عليه لانه احنا بنعلمه. تالت حاجة، نتكلم حواليه كتير دايما عن الحضانة بشكل غير مباشر. ازاي؟ ان احنا نشد انتباهه، يعني زي مثلا لما نقول ايه: الله يا بابا، شوف كده الأطفال الحلوين اللي لابسين لبس جميل ده رايحين فين دول؟ وإيه الشنط الجميلة اللي هم لابسينها دي؟ وفرحانين قوي. طب هم رايحين فين؟ يبقى احنا كده بدأنا نشد انتباهه. هيبدأ يسأل بقى بابا وماما ويسأل اللي حواليه هم رايحين فين، ويعني ايه مدرسة، ويعني ايه حضانة، طب هم بيعملوا فيها ايه. كده يبقى احنا شدنا انتباهه ان في حاجة بقى، مرحلة لازم تدخلها جديدة، تمام. رابع حاجة، ايه اهم وقت اودي فيه ابني الحضانة؟ احسن وقت تودي فيه عيالكم من 3 سنين ل4 سنين، ده وقت مناسب أوي.
الوقت ده بيكون هو متعود فيه قوي على جو الأسرة، بابا وماما واخواته والعيلة وبس. نبدأ بقى إن ندخله في المرحلة الجديدة بس بالتدريج. يعني إيه؟ يعني لما نوديه الحضانة بعد ما احنا اخترنا الحضانة كويس قوي، ونشوف فيها عوامل كده احنا هنقولها لكم دلوقتي. أول ما نوديه هنوديه نص ساعة ونكون واقفين قدام باب الحضانة، علشان لو هو عيط يعني بلاش ندخل كده ونهديه ونعرفه ان احنا واقفين معاك، وده انت داخل في المكان الحلو والجميل اللي انت عشان خلاص هتكبر وهتبدأ تتعلم زي اخواتك. وبعد كده تاني مرة نبدأ نأخر شوية، تبقى ساعة إلا ربع، بعد كده تبقى ساعة، بعد كده تبقى ساعة كمان، وبعد كده تبقى ساعة ونص. بعد كده صدقوني هو خلاص هيتعود على المدرسة والمساعدين بتوعها وكمان الأطفال اللي موجودين، لأن هو خلاص كون صداقات. خامس حاجة، هل الحضانة دي ضرورية؟ طب لو أنا ما وديتش ابني الحضانة هيأثر عليه؟ طبعا هيأثر عليه، لأن المرحلة دي مهمة جدا في حياة الطفل، لأن هو هناك في الحضانة بيتعلم حاجات كتيرة هناك، وكمان بيكون صداقات جديدة ويعرف ناس جديدة، غير إن هو كان متعود على أسرته بس، اللي هو أبوه وأمه وأخواته أو جده وتيتا بس كده. وكمان بيتعلم مع الميس بتاعته حاجات جديدة زي القرآن والأحاديث، الميس بتقرأ وهو بيحفظ بالتلقين، وكمان الأغاني الجميلة بتاعت الأطفال اللي هو بيغنيها مع الميس بتاعته، ويقرأ الحروف والأرقام مع الميس على السبورة، وكمان بيعرف أشكالهم، وكمان بيتعلم مهارات جديدة جدا زي الرسم والتلوين، وكمان يكون المكعبات. عشان كده الحضانة مهمة جدا، عشان كده لازم ندور على حضانة مناسبة لطفلنا، وأهم حاجة تكون الأستاذة اللي موجودة فيها تكون طيبة وحنونة ويطمئن ليها ابننا ويحبها علشان يروح الحضانة. وطبعا احنا منعتمدش اعتماد كامل على الحضانة، لازم نعرف ابننا ازاي يذاكر معانا. فالمرة الجاية ان شاء الله هعلمك ازاي تساعدي ابنك في كتابة الحروف الاولى والارقام، بس هتحضري لي ان شاء الله كراسة تكون بتاعتك علشان ترجعي لها وانت بتذاكري مع ابنك، او ممكن تستخدميها في تعليم اطفال تانية، ربنا هيجازيكي خير. طبعا لو وصلت لغاية هنا، لايك وشير وكومنت بالصلاة على النبي، وسلام.